ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب النهارده يكون يوم حلو، يوم سعيد عليكم. عايزه الاول اشكركم على التعليقات اللطيفه جدا اللي انتوا بتسيبوها لي بعد كل حلقه. عايزه اقول لكم ان في اشخاص كده يعني بيسيبوا لي تعليقات دايما، كل حلقه بدخل الاقيهم سايبين لي تعليقات كل مره احلى من التعليق اللي قبله، لدرجه خلاص بقيت اول ما انزل الحلقه قاعد استنى التعليقات بتاعتهم، فحبيت اشكرهم كده في بدايه حلقه النهارده. اما النهارده عامله لكم حلقه عن اسم ونصيب، وكمان شويه عندنا الحلقه بتاعتنا بتاعه اخبار مشاهير التيك توك. وبالمناسبه الحلقه مليانه دراما، فاستنوها، هتنزل كمان ساعات بسيطه جدا، يعني استنوها عشان ما تفكوش الدراما اللي حاصله فيها. اما دلوقتي خلونا في حلقتنا وبرنامج اسم ونصيب. وندى اتهمت نور بالسرقه، حاجة غريبة جدا جدا. البرنامج ده بصراحة يعني كله غرائب وطرائف، مفروض نسميه غرائب وطرائف مش اسم ونصيب، لان انا شفت فيه كل حاجة الا الحب والقصص بتاعة الحب والحاجات دي، شفنا كل حاجة الا الموضوع ده. تعالوا شوفوا ازاي ندى اتهمت نور بسرقة الحزام بتاعها. معقول كده؟ تعالوا اسمعوا. طبعت لي مساج وحدها نهار من نهارات تقول لي طبعت لي تصوير فيها سنتور وين لبستها هي في بلاصه معرفش في تونس ولا وين، في بلاصه اخرى حاسل. ومن بعد طبعت لي تصويرتنا في الاسانسور نتاع دارنا. هاي لبسه سنتور هي غادي من حتى ظاهر شنو معناتها شنو ضم تحت الجاكيت. تقول لي راهو نسيت سنتور نتاعي عندكم وهاكا في التصوير هذيك. قلت لها انا تصويره مش ظاهر معناتها اللي تحكي عليه في التصوير. والله اني متاكده 100% ما نسيت حتى شيء عنا، خاطر كان برسمي ريت حاجه معناتها ريت نسيت حاجه باش نكلم عليها، باش نقول لها راك نسيتها اجهز نتاعك سانسور. لا مشيت ميساج قلت ميساج عادي، نجم نكون اني يمكن سبحان الله نجم نكون مريتوش ما فقتش بيه. مشيت قلت لما قلت لاختي، مشينا روجنا كلنا قلبناها الدار ما لقينا حتى شيء نتاعها. اللي جاء اني لي سانسور ما نستعملهمش، ما نستحق لهمش الحق. ما فهمت، ما فهمتش علاش معناتها حتى كان انت خالي سانسور فهمتش علاش باش ناخذ ولا باش نستعملوا. حتى واحد فينا ما يلبسوني كان بابا يمكن معناتها بابا ما نتصورش باش يلبس لك سانسور نتاعك الحق. الحاجه الوحيده اللي يمكن نسيتها هي الحبه البلاستيك تاع الصوب. اكيد استنى فيك معناتها بابا ما نتصورش باش يلبس لك سانسور نتاعك الحق. الحاجه الوحيده اللي يمكن. وطالما ذكرنا ان برنامج ده عجائب وطرائف، يبقى لازم ان احنا نذكر معروف اكتر حد عجائب وطرائف في البرنامج. انا مش فاهمة واحد في عمره في يعني الواحد لما بيكبر المفروض ان هو بيكون اتقل من كده، اعقل من كده كمان. الشغل اللي هو بيقول عنده ناس شغالة عنده، يعني هو راجل مدير، ده اللي احنا فهمناه من البرنامج، ان هو راجل عنده عقارات وعنده حاجات يعني الجو كده ما ينفعش ابدا اللي هو بيعمله وهو يكون دي شخصيته. يعني الموضوع مش ماشي مع بعضه خالص. طول اليوم طالع لايفات يتكلم بطريقة مناسبة اكتر لطفل لسه في المدرسة. خلونا يعني نتكلم براحتنا شوية يا جماعة في الفيديو ده، لان عصبي تعبت خلاص. محتاج ان هو يعقل شوية، يبطل يتكلم عن الناس، لان دي مش حاجة حلوة نتكلم على بعض بعد ما قعدنا مع بعض وعشنا مع بعض. نطلع نتكلم مع بعض بالطريقة الوحشة جدا 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 دي. عنده مشاكل كمان معروف، غير مع وصال غير مع روشين، عنده مشاكل مع أحمد حسن وعلي. حسين أحمد حسين وعلي، عنده مشاكل بطريقة مش طبيعية، يعني الوضع مأساوي. تعالوا سمعكم قال ايه. بعض المشتركين اللي بالبرنامج مصلحجية، اللي هن رفقاتي، وانا كنت سبب دخولهم للبرنامج، تمام؟ وانا اللي اعطيتهم تحفيز يدخلوا، وانا اللي قنعتهم ونصحتهم يدخلوا، تمام؟ طلعوا اكبر مصلحجية طلعوا بيحبوا مصلحتهم وبس، مفكرين حالهم اذا دخلوا برنامج خلص وصلوا للنجومية. شو هالمسخرة هاي؟ شو هالقرف؟ هدول أولاد المشكلة، هدول أولاد فعليا، هدول بس ما بدي أذكر ولا اسم حدا. في شاب دخل على البرنامج بنصيحتي أنا، وضليت زن على راسه ليدخل على البرنامج، ودخل ولهلأ موجود بالحلقات.
وبنتين دخلوا للبرنامج بنصيحتي أنا وبتحفيز مني أنا، ولهلأ موجودين. فخلونا ساكتين أحسن. تليفون واحد ما شال، هذا اللي عامل حاله رفيقي، تليفون واحد ما شال ودقلي لحد الآن، غير يمكن مرة أو مرتين. بيروح لعند النسوان بياكل وبيتعشى وبيشرب، بيجي لجنبي وما بيدق لي تليفون بيقول لي جاي شوفك المصلحجي، بدون ذكر اسماء. بس ما بلومه انا لانه بعده ولد صغير. ومن البنات كتير نصحتهم يدخلوا للبرنامج ودخلنا سوا، بس لكن للأسف أدفع 3 بالبرنامج، يا مقرفين. أقسم بالله زواحف للنسوان. راح أحمد باع فرح كرمال النسوان، آخر شيء يمكن توقعاتي يمكن آخر شيء يرجع له مزلول. أحمد مريضين نفسيا هذول، مريضين. حسين أحمد وعلي مريضين. لكن أحمد امبارح باللايف تبعه بيطلع بيقول عني قال أنصحك معروف تشوف طبيب نفسي. جماعة لا تعرفوا ولا شيء. أنا كرهت تابع البرنامج بسبب أحمد وحسين. أقسم بالله كرهته أكثر شيء. اللي كرهني بالبرنامج أحمد. أقسم بالله العظيم ما بيلبق هيك برنامج، ما بيلبق له أصلا، ما بيلبق له، ما هو مكانه. طالع عم يحكي على اللايف عني امبارح، قال أنا بدي طبيب نفسي ومريض نفسي وروح بس وقت اللي دخلت جينيفر نسي فرح ونسي مين هي فرح، وقت اللي مرضت ما حتى قال عليك العافية. فمين فينا مريض النفسي؟ في بقى موضوع تاني كده شوية جدل بخصوص جينيفر وعمرها الحقيقي. هي قالت 28 سنة ولكن موجود على الانترنت بالظبط هي مولودة سنة 93، يعني السنة دي هتكمل 32 سنة. عرفنا دلوقتي هي ليه رفض أحمد مع إنها معجبة بيه، لأن فرق السن يا جماعة كتير، يعني 10 سنين الموضوع كتير جدا، أكتر من 10 سنين 11 سنة كمان، فكتير جدا جدا إن هي تقتنع بكل الفرق ده. أنا مش عارفة ليه ما بتقولش عمرها الحقيقي، بس يمكن عشان احنا كبنات الموضوع ده حساس عندنا شوية، يمكن عشان كده أنكرت عمرها الحقيقي وقالت عمر أصغر بشوية، مش كتير، 4 سنين بس كده، ولكن عمل لها مشكلة في ان هي تختار حد في البرنامج عمره أكبر من عمرها زي ما هي حابة. اما جيهان فخليني اقول لكم ان هي وفرح ناس كتير جدا متضايقين ان هم حاسين ان في ما بينهم مشاكل وان في ما بينهم دراما، مع ان هم الاتنين ما فيش ما بينهم حاجه، بس مش عارفين ليه ما بيطلعوش مع بعض لايفات. يعني هل حد قايل لهم ما يطلعوش الايام دي مع بعض علشان يبقى في شويه سسبنس نشوف الحلقات؟ مش عارفه. ولكن تعالوا اسمعوا جيهان قالت ايه على فرح في اخر لايف ليها. أنا قبل شوي كنت عم بحكي إنه في أشخاص، تمام، لأنه سألوني شو اللي خلاك تحبي فرح. في ناس هيك من عند الله، يعني بتفوت وبتقول خلاص أنا حبيت هالشخص فخلاص أنا بدي أحطه بقلبي وبعيوني وكذا. وفي ناس بتلاقي إنه نفسك ما ارتاحت، مش عشان هن ناس مو كويسة، بس عشان الكيمستري ما مش ضابطة. يعني أنا مثلا هالشخص أو هي الإنسانة مش عارفة أتفاهم معها، فما خلاص أحسن شيء بضل ماسكة حدودي. في أشخاص تقول تعالي انت اللي انا كنت بدور عليها، تعالي يا حبيبتي تعالي، هيك عند الله هذا الشيء. يعني ممكن في مثل هلا في ناس منكم بتحبني وفي ناس ما بتحبني، مش عشان انا مو منيحه، بس هيك يعني من عند الله. في اخبار بقى تانية وصال قالتها، يعني ادتنا كده تسريب ان هي راجعة على الفيلا تاني. تفتكروا المشتركين اللي طلعوا في فترة كده وهيرجعوهم كلهم تاني؟ لان دي تبقى يعني دراما للصبح. لو جمعوهم تاني كلهم بعد ما طلعوا هتبقى حلقات نار بصراحة، هتبقى فكرة حلوة جدا. بس وصال زي ما انتوا بتسمعوا دلوقتي اكدت على الموضوع ده ان هي راجعة تاني للفيلا، لان هي قالت ان هي ارتبطت بحد من البرنامج واحنا مش شايفين الكلام ده، فمن الواضح ان في رجعة وفي ارتباط، مش عارفين. قلبي دق، لازم احط لك هاي الاغنية. قلبك عم يدق. رسالة، انت قلت انه انت مخطوبة بالبرنامج وانت طلعت بالحلقة 40. لسه في كتير اشياء جديدة، انتظروا الحلقات وبتشوفوا.
في صح. نسبة رجوع للبرنامج، في نسبة كثير أشياء شوي صبر شوي، ما عاد تسبقوا الأحداث. ربط حسين ليش؟ قد ما كان لاحق لارا وخايف عليها. في جزائري بالأصل. يا لي البرنامج تمثيل ولا حقيقة؟ البرنامج حقيقة يا جماعة، مش تمثيل. هو كل واحد الحب وشخصيته، في ناس شخصيتها مثلت من الأول وبعدين صارت حقيقة وهيك شيء. صح. لقيتي الحب بعد البرنامج؟ طبعا لقيت. يلا يا جماعة، يلا ربحتنا وصال بشوي يعني، بس أسد. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اكتبوا لي رأيكم في الحلقة، شايفين ايه اللي ممكن يحصل الحلقات اللي جاية. هستنى كل تعليقاتكم، وانتوا استنوني بكرة في حلقة جديدة ودراما جديدة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.